تعاطف. هل رأيت جزائريين جاءوا إلى فلسطين يقاتلون؟ ما في تعاطف شعبي، تعاطف شبابي، تعاطف من هذه الأشياء. ما الذي يزعجك؟ الشرعية الدولية تتحدث عن حل الدولتين. الكذب والنفاق يا دكتور، الله يخليك. إذا بتعرف جزائريين أنا بسهل لهم يجوا لعنا، يفوتوا يحرروا فلسطين، يعملوا حرب، شو بدهم؟ أنا بسهل لك الموضوع. يعني يريدون تحرير فلسطين، تفضلوا. سيبك من الكيبورد أيها الجزائري الذي تريد أن تحرر فلسطين. تفضل، سيبك من الكيبورد، حطها على جنب، تعال مثل الرجال، جيب بندقية، فوت على غزة، حاربنا بالأفعال ليس بالأقوال والكذب والمغاورة والتطاول والشتم والحقد. تعال لهون، حرر فلسطين. حاج تحكي كل يوم انه بدنا نحرر فلسطين، بدنا نحرر فلسطين. تفضل يا جزائري. المشكلة خليه يقول أن يحرر فلسطين هكذا. نعم هناك تعاطف. هل رأيت جزائريين جاءوا إلى فلسطين يقاتلون؟ ما في تعاطف شعبي، تعاطف شبابي، تعاطف من هذه الأشياء. ما الذي يزعجك؟ الشرعية الدولية تتحدث عن حل الدولتين. الكذب والنفاق يا دكتور، الله يخليك. إذا بتعرف جزائريين أنا بسهل لهم يجوا لعنا، يفوتوا يحرروا فلسطين، يعملوا حرب، شو بدهم؟ أنا بسهل لك الموضوع. يعني يريدون تحرير فلسطين، تفضلوا. سيبك من الكيبورد أيها الجزائري الذي تريد أن تحرر فلسطين. تفضل، سيبك من الكيبورد، حطها على جنب، تعال مثل الرجال، جيب بندقية، فوت على غزة. حاربنا بالأفعال ليس بالأقوال والكذب والمغاورة والتطاول والشتم والحقد. تعال لهون، حرر فلسطين. حاج تحكي كل يوم انه بدنا نحرر فلسطين، بدنا نحرر فلسطين. تفضل يا جزائري. المشكلة خليه يقول أن يحرر فلسطين. تبقى هذه القضايا عبارة عن أفكار من أول المطبعين، مش المغرب ومش الإمارات ومش البحرين ومش السودان ومش مصر ومش الأردن. أول المطبعين هم الفلسطينيين أنفسهم. لما بسنة عرفات أعلن دولة سنة 89 أو 88 في الجزائر، كانت بدأ العلاقات السرية مع إسرائيل، وكان في ذلك الوقت يلعب على الحبلين، يلتقي مع مسؤولين إسرائيليين، وهذا ما أدى إلى أوسلو. خلينا نحكي شوي سياسة وسيبك من أنا قلت وأكرر، حبذا يا ريت بيخف شوي هذا صفحة جديدة مع اليهود. أول شيء سيبك من إسرائيل. أنا كإسرائيلي لا أريد علاقات. ما بدنا علاقات، معلش، ما بدنا علاقات مع الجزائريين دبلوماسية، وهذا حقهم، وأقول هذا حقهم. أنا متعاطف حتى النخاع مع الشعب المغربي، مع المغاربة تاريخا، ومتعاطف في عندي مئات الأسباب ليش أنا متعاطف معهم. نعم أقولها وأكرر، أنا متعاطف مع الجزائر، مع المملكة ليش عفوا؟ خليك متعاطف مع الجزائر. ليش عفوا؟ لا بس أكرر أنه أنا لست ضد الشعب الجزائري، وعندي أصدقاء وأنا على تواصل مع جزائريين، لكن أنا متعاطف كثيرا مع المغرب ومع جلالة الملك. هذا شيء يعني داخل قلبي. وإذا بدك، لا شوف، أول شيء ما هي الأسباب؟ أنت قلتها كمان. هناك الكثير من الإسرائيليين وأنا بعضهم متعاطفين مع المغرب. ليش؟ أول شيء خلينا نقول الأسباب، مش يعني هيك شيء إجا من السماء. أول شيء نرجع للأربعينات. جلالة الملك رحمه الله محمد الخامس أنقذ يهود من براثين النازية. نحن لا يمكن، نحن مش ناكرين جميل زي آخرين لا أريد أن نسميهم. نحن من أنقذ روح يهودية واحدة، نحن نشكره وعرفان طول الحياة. هذا أولا. ثانيا، هنا في إسرائيل أكثر من يعني قريبا ل1,000,000 يهودي من أصول مغربية وبيحكوا المغربية، ولحديد الآن عندهم ثقافتهم. ويعني شو بدي أقول لك، الكثير من الإسرائيليين مع مغاربة. المغرب دائما في عندك شوارع على اسم مراكش، كازابلانكا، دار البيضاء، جلالة الملك حسن الخامس، محمد
الخامس الملك حسن. يعني عندك كثير شو بيسموها الثقافة المغربية داخل المجتمع الإسرائيلي، والإسرائيليين دائما حتى قبل اتفاق إبراهيم كانوا على تواصل مع مغربيين وكانوا يزوروا المغرب. يعني في السنوات 30-40 هناك علاقات كانت وراء الكواليس دائما بين المغرب وبين إسرائيل. نحن لم نرى أي شيء، يعني لحد الآن في يهود بالمغرب، هذا السبب الرئيسي. اليهود في المغرب معززين مكرمين، لدي أصدقاء. المغرب لم يدمر معبد يهودي واحد، حافظ على اليهود، دافع عن اليهود في الحرب العالمية الثانية، لم يدمر معابد اليهود. شو بدك أحسن من هيك؟ الدولة الوحيدة التي لم تدمر الكنائس هي المغرب في كل الدول العربية من 20 حتى في الجزائر لم يتم تدمير الكنائس، لا توجد كنائس مدمرة، لكن خليني أوضح لك. المغرب أول شيء يعني ليست بحاجة لإسرائيل لكي يدافع عنها، عندك جيشها، عند ملكها، عند حكومتها. المغرب ليست بحاجة المملكة إلى إسرائيل لكي تدافع عنها. لكن في حال حصول، أنا عم شوف تصريحات الجزائريين، عم بقول لك أنا يعني كأني منهم وفيهم، أنا عيوني أربعة عن ما يجري في الشارع الجزائري ضد المغرب، ضد إسرائيل. أنا أتابع هذا الملف أكثر من أي قضية أخرى. يا إيدي يوجد من بين المغاربة اللي أنا مشكلتي الأكاذيب اللي بيصدقوها الشباب، هاي المشكلة، والمتاجرة بالقضية. خليني بس أرد لك على سؤالك. عفوا. هناك استفزازات جزائرية، الكثير من الجزائريين للأسف يا دكتور. كلامك هذا يذكرني بالافتراءات التي رددتها. أنا لا أفتري إيدي كوين، أنا لا أفتري، أنا تحليلات أقرأها في الصحافة. الصحافة الجزائرية كلها نفاق وكسب، هذا رأيي أنا. الصحافة الجزائرية كلها نفاق وكسب، هذا رأيي أنا. سيبك من هذا. شوف عفوا. النظام الجزائري قال منذ شهرين بأن إسرائيل هي التي أحرقت الغابات في تيزي أوزو. رجل مثقف، أنت أيضا لا تصدق هذه الروايات، لكن الشباب الجزائري للأسف يصدق معظم الروايات، وهذا هو سبب الحقد. إذن لا، أنت عم تلعب بكلامي. لا ما ألعب، أنا قلت حقد ضد النظام، حقد ضد النظام الجزائري، وأيضا ضد الأشخاص الذين يشتمون إسرائيل، يتاجرون القضية الفلسطينية، يهددوننا يوما وليلا. يعني هل شيء جيد عندما واحد يكتب لك نحن الجزائريون سوف نقتلعكم من فلسطين؟ عم بيسبني ويشتمني ويهددني. شو أعطي ورد يعني يا دكتور؟ شو تعاطف الشباب، تعاطف من هذه الأشياء؟ ما الذي يزعجك؟ الشرعية الدولية تتحدث عن حل الدولتين. الكذب والنفاق يا دكتور. الله يخليك، إذا بتعرف جزائريين أنا بسهل لهم يجوا لعنا، يفوتوا يحرروا فلسطين، يعملوا حرب. شو بدهم؟ أنا بسهل لك الموضوع. يعني يريدون تحرير فلسطين، تفضلوا. سيبك من الكيبورد أيها الجزائري الذي تريد أن تحرر فلسطين. تفضل، سيبك من الكيبورد، حط على جنب، تعال مثل الرجال، جيب بندقية، فوت على غزة، حاربنا بالأفعال ليس بالأقوال والكذب والمغاورة والتطاول والشتم والحقد. تعال لهون، حرر فلسطين. حاج تحكي كل يوم انه بدنا نحرر فلسطين، بدنا نحرر فلسطين. تفضل يا جزائري. المشكلة خليه يقول أن جيب بندقية، فوت على غزة، حاربنا بالأفعال ليس من الكيبورد، حط على جنب، تعال مثل الرجال، جيب بندقية،
فوت على غزة، حاربنا بالأفعال ليس بالأقوال والكذب والمغاورة والتطاول والشتم والحقد. تعال لهون حرر فلسطين، حاج تحكي كل يوم انه بدنا نحرر فلسطين وبدنا نحرر فلسطين. تفضل يا جزائر، المشكلة خليه الامارات ومش البحرين ومش السودان ومش مصر ومش الاردن. اول المطبعين هم الفلسطينيين انفسهم. لما بسنه عرفات اعلن دوله